7000 يورو كتير. عاوز ايه رايك في المحتوى بتاعي بصراحه؟ والله يا استاذ جميل، يعني الصراحه محتوى حلو وبنفيد الناس ودايما للاحسن ان شاء الله وللانجح. حضرتك جاي ازاي فرنسا؟ والله انا جيت من تركيا، بلغاريا، صربيا، ماشي في الغابات يعني. سلوفاكيا. فضلت 8 ايام ماشي في الغابات من غير اكل من غير شرب، بنشرب من اللي على تحت رجلينا، بناكل ورق شجر. تنصح اي حد يجي الطريق ده؟ والله ما انصحش حد يجي الطريق ده، بس ربنا ييسر يا رب ان شاء الله للجميع ان شاء الله، واللي فيه نصيب حاجه يشوفها ان شاء الله. تنصحني بايه؟ والله انصحك بالنجاح. يعني انت عاوز نصيحه حلوه كده بما انك متابع. انجح ودايما قدم للخير، لما تقدم للخير هتلاقي يعني الدنيا معاك كويس يعني. كويسه الحمد طب لله. لو اي مغترب لسه جاي جديد تعرفه وبيقابلك في الشارع مثلا بيقول لك اديني نصيحه كده في كلمتين تقول له ايه؟ مشي جنب الحيط، ما تمشيش مثلا مع واحد بتاع سيجاره، مع واحد بتاع حريم، مع يعني كده. قصدك يمشي عدل، يمشي عدل يحتوي على وجبه. على الشغل ما يدورش مثلا يروح هنا يسهر هنا، يروح هنا يلف هنا. ما ينفعش، هو جاي عشان يعمل هدف. طب ايه رايك في الشباب بتوع اليومين دول بصراحه بما انك شاب صغير؟ والله هم بيسعوا على الشغل، بيسعوا. الشباب جاي تسعى، في ناس برضو جايه كده وفي ناس جايه كده، ربنا يصلح للجميع يا رب. شكرا جدا لحضرتك. الله يخليك يا استاذ حاكم. يلا السلام عليكم.